مفيش 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 خالص. مفيش. دي مصيبة سودة ومنيلة ب60 نيلة. طبعا انت مستني سياح للركب واللي فيكوا فرحان وعمال يقول لي انت كابتنت راشفورد حلوه وبتاع. لا، ما انا عايز اقول لك ان انا غيرت من راشفورد على هالاند. ليه؟ دول بس دي لو كانت هقول ايه هي دي لا تنشلي، كنت تنشلي. انا يومي بدأ، هي الجوله بتبان من اولها. انا كان ماتش استون فيلا وليدز بيبدا بالليل امبارح، فتحت بقى الماتش، حطيت البيبسي، شويه مكسرات، وهنتفرج بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لقيت بيلي حط الاول، قلت تمام، توقعاتنا في الجول. لوكاس دين اتصاب وطلع. طب يلعن ابوها من الليله، اطفي التلفزيون وخش نام يا ابني. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. قلت مش مشكله، ريسكاوي، والواحد لازم يتحمل نتيجه اختياراته. نيجي بقى على ماتش يونايتد والسيتي، ابص الاقي لك هالاند يطلع بلانك، وراشفورد اللي هو الكابتنه الثانيه اللي بعد هالاند في اخر الماتش، بعد ما كنا فرحنا بقى انه هيطلع يجيب جون وياخد 3 بونص. هي مرها بردت كده ليه؟ انا اي نعم طلعت لي باسيست دي بروين، بس ده الاسيست ده اذاني، لان هو ضرب لي 2 كلين شيت عند شو وعند ديخيا، فيعني انا اتاذيت اكتر ما اتضريت. احنا ناقصين لمخه في الكلام. بعد كده بقى تبص بقى على تلاقي برينفورد بين مي ورايا بيطلعوا بكلين شيت، وتوني بيجيب. يعني بص الناس كلها فرحانه وطايره لفوق، انا اللي واكلها هوا. عامه الحمد لله، لو انتم مبسوطين يا اولاد فانا مبسوط. انا من 5 لعيبه طلعت لي ب21 نقطه. نحن في مأزق كبير، ارجو ان احنا نخرج منه باقل الخسائر. طمني انت كده عليك سريعا، قول لي كده من كام لعيب جبت كام نقطه، وانت بتحط كومنتك. بعد اذنك روح كده على طول حط لي علامه اللايك، اشترك معانا في القناه اول ما تتفرج علينا، تنساش تتابعنا فيسبوك وانستجرام وتيك توك. ويلا بينا بقى ايه، نخش في الصياح اللي على اصول. تعالى بقى ناخدهم ماتش ونبدا بماتش استون فيلا وليدز. انا لسه قايل لك عليه ان هو وكسني من اوله وخلاص ولبستها والحمد لله. في ناس بقى غيري كان عندها الوكسه 2، اللي جاب بقى لوكاس دين ولا مينجز راح منه الكليت، في بقى اللي راح جاب واتكنز مثلا برده راح اتصاب وطلع. نفس اللي عمله لوكاس دين، تحس ان كان في غيره او في سهره هم كانوا عايزين يلحقوها، فلبسونا الجوز وراح منهم الكلين. بعد كده بقى بيلي، ده الحاجه المناسبه الوحيده اللي انا حابب اتكلم عليها بفرحه شويه. قلنا لكم بيلي ريسكاه حلوه، لو عايز تمشي بيريرا هات مكانه بيلي فعلا ما قصرش رقبتنا وجاب جون وعمل اسيست، وفعلا قدر ان هو يكسب استون فيلا تكسب ليدز بفضل بيلي في الماتش ده. لما تيجي تروح بقى سريعا على رودريجو، فعلا صدقني انا لابس ليدز النهارده عشان رودريجو، عشان بصراحه حرام رودريجو. واللي كان معاه رودريجو انا متاكد ان ضغطه وصل السما باللي حصل في الماتش. رودريجو جات له ضربتين جزاء، المفروض ان هم حرفيا ضربتين جزاء، الحكم اتعمى وما شافهمش، كره ليه تتشال من على الخط، جون يحطه ويتحسب اوفسايد. يعني الواد كان خطر جدا، بس حرام انه يطلع بلانك في ماتش زي ده. نيجي بقى على العركه الكبيره بقى، يونايتد وسيتي. ماتش كنا متوقعين بقى ايه، مهرجان اهداف وليله وبتاع. ماتش اللاين اب بتاعه والتشكيلات نزلت، السيتي نزل بالتشكيل الواقعي والبص الستاندرد، اللي هو لو الف ب تدريب هو ده التشكيل الاصلي. الراجل نزل بالحرس القديم بتاعه كله، لقينا كانسيلو ولقينا ووكر اللي كلنا مشينا الجوز. فاكر الحلقه اللي فاتت اما دخلت لك الانترو قلت لك في حاله بقى بعد ما كلنا مشينا كانسيلو جوارديولا هيلعبوا الماتشين وممكن يطلع له بحاجه. اهو جوارديولا لعبه بس هو ما طلعش بحاجه، ما علينا. لقينا بقى بيلعب في نص الملعب، لقينا بقى دي بروين موجود، فودن موجود، هالاند موجود، ومحرز كمان موجود. التوقع بدل جريليتش اللي يكون موجود اساسي كان فودن هو اللي مكانه. عامه مش هطول عليك لان جريليتش اللي زعل جاب جريليتش وما لعبلوش اساسي، فعايز اقول لك ان جريليتش هو اللي نزل بديل وجاب الجول، فما تزعلش. اللي راهن على محرز وفودن رهانك خسران. اللي كان عنده دي بروين زي حالاتي طلعت لك باسيست، واللي عنده هالاند فدي وكسته سودا. سؤال بقى يا جوارديولا سريعا، هو انت لو بدلت فودن مثلا في الدقيقه 61 يعني في مشكله هتحصل؟ يعني 3 نقط هتروح مثلا؟ يعني انت ايه مشكلتك مع الدقيقه 58؟ يعني انت قاصد يعني كفايه اللي احنا فيه يا ابن الحلال، يعني نقطه بتفرق اقسم بالله كفايه. اللي عنده فودن حرام عليك كده اللي انت بتعمله في الناس. عم تنهاج الماتش بتاعه بدأ طبيعي، مارسيال المعاق بيلعب، راشفورد بيلعب، الدنيا تمام، التشكيل بتاعه تمام، لوكشو موجود، قلب دفاع منك لله، ما فيش اي مساهمات هجوميه، ودي خيه والدنيا تمام. الناس اللي عندنا كلها موجوده من اليونايتد. راشفورد في نص الماتش لقيناك راشفورد ايه بعد ما ضيع له جونين لقيناه لك مسك رجله وقعد في الارض. كل اللي مكابتن هالاند قال لك ايه شويه لقيناك راشفورد ما بين الشوطين قلنا خلاص هو انتوني بيسخن اهو وما بين الشوطين هيحصل التبديل، وفعلا لقينا بين الشوطين الكاميرا جت على انتوني قلنا خلاص راشفورد طلع. لقينا لك راشفورد في الملعب، طبعا اللي مكابتنين راشفورد قال لك ايه
قلنا تمام اما نشوف ايه اللي هيحصل. نزل السيتي هوب جريليتش، نزل طلع فودن هوب جريليتش، اسيست دي بروين الجون الاول زي العسل. مستنيين هالاند بقى، ده اللي مكابتن هالاند. اما اللي مكابتن راشفورد فهو ما قصرش معاه، وفعلا راشفورد قدر ان هو يحط له الجون بعد ما برونو حط الجون الاول اللي يعني انا متاكد، انا بص انا شايفه من وجهه نظري الجون ده اوفسايد، ما ينفعش يكون حاجه غير اوفسايد. الكوره اوفسايد، المدافع والجون الاثنين اخذ نظرهم راشفورد واخذوا وقللوا سرعتهم، كل حاجه حصلت من ناحيه راشفورد. فجاه برونو جه حط الكوره وهو ما لمسش الكوره وقال لك مش متداخل. لو ده قانون فانا بصراحه بشوف ان هو قانون ظالم بصراحه، يعني حرام، الكوره دي كانت لازم تبقى اوفسايد. بس ما علينا، الجون الاول من برونو، هوب الثاني جراناتشو بصراحه لما نزل قلب الماتش حرفيا. فاكرين قبل كاس العالم قلت لكم جراناتشو ده لازم تكون عينينا معاه، الواد فعلا فراك وجامد، بينزل يقلب الدنيا فعلا. طبعا بعد ما مارسيال طلع جراناتشو مسك الجبهه الشمال وراشفورد راح راس حربه، وده الاوبشن اللي كل الناس اللي بتجيب راشفورد بتغامر عليه ان هو بيبقى قريب جدا للجون، وما كدبش خبر، قدر ان هو يعمل اسيست لراشفورد عشان راشفورد يحط الجون ياخد بيه 3 بونص ويدلع الكابتنه بتاعته، والناس اللي كابتنته وراهنت عليه في 600,000 واحد كابتنه راشفورد ما قصرش معاه. اما بقى حال اللي كابتن هالاند اما بقى ماتش ايفرتون وساوثهامبتون، ماتش الدور الاول ايفرتون كسبت ساوثهامبتون على ارضها، فساوثهامبتون ردت لهم الواجب وكسبتهم على ارضهم 2-1. بدا الماتش من هنا، لقينا اونانا بيجيب الاول اسيست من جراي، قلنا ها يمكن ايفرتون هتعمل حاجه، لامبرد هيكسر النحس، في اي جديد هيحصل في ايفرتون. ما كدبوش خبر، لقينا لك وورد براوز حط الاول في الثاني، واحد منهم كان اسيست من ادمز عشان يطلع وورد براوز النهارده من الماتش ده ب 15 نقطه. ولا زال الترنح من ايفرتون، ومفيش بيكفورد ومفيش اي حد من دفاع، ولا كوادي بقى ولا الناس اللي كنا بنتكلم عليها قبل كاس العالم. ايفرتون في الضياع وشكلها كده ايه للهبوط. نيجي بقى على ماتش نوتنجهام وليستر سيتي. انت لو مش مصدق ان انا توقعت لك الماتش ده زي ما هو، ارجع للحلقه وبص عليه. توقعنا لك، قلنا لك ماتش نوتنجهام قدام ليستر، نوتنجهام على ارضها فرقه رخمه جدا قادره انها تطلع بكلين شيت، زائد ان انا بزود لك على ده ان انا اتوقع ان نوتنجهام تكسب ليستر سيتي بسبب سوء مستوى الدفاع وسوء مستوى ليستر سيتي، ومفيش هجوم ومفيش اي حاجه طبعا بغياب ماديسون. وفعلا النهارده جونسون ما كدبش خبر من ناحيه نوتنجهام فورست، وقدر انه يجيب جونين، والاثنين برده كانوا اسيست من جيبس وايت، عشان يبقى برده ماتش اللي عندك فيه مثلا هندرسون فانت اللي استفدت. غير كده ما اعتقدش ان انت هتكون استفدت حاجه من الماتش ده. ماتش برايتون ليفربول، اتوقع برضو ان انت وانت بتتفرج على اللي انا اتكلمت على نوتنجهام فورست، ارجع برضو لنفس الكلام بتاعي على برايتون قدام ليفربول، هتلاقي ان انا قلت اللي هيحصل بالظبط. قلت لك كده بالنص، قلت لك ماتش برايتون قدام ليفربول هيبقى فيه جوان كتير، برجح كفه برايتون على ليفربول بسبب نص الملعب بتاع برايتون، وعديتهم لك. قلت لك ميتوما وسولي مارش وماك أليستر وجروس، رصتهم لك الرصه دي وما قصروش، كلهم ما قصروش النهارده مع ليفربول. ليفربول السيئه جدا 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 جدا، فهمش لا فريق لا روح ولا هجوم ولا دفاع ولا حراسه ولا اي حاجه. سولي مارش النهارده كان بيلعبهم زي ما تروسارد لعبهم الدور الاول وجاب فيهم هاتريك. هو خلاص الفرقه اللي بتلعب ليفربول من برايتون لازم تنشن لك على واحد، واعرف انه يا صابت يا خابت. سولي مارش تروسارد في الدور الاول هاتريك، النهارده سولي مارش جونين واسيست و3 بونص، جايب 19 نقطه للناس اللي وثقت فيه. بص دلع. النهارده بنشوف ويلبك كمان بيحط حته جون بيشمس فيه الواد جوميز وبيحط الكره جون. ايه مستوى الدفاع السيء بتاع ليفربول ده؟ ايه ليفربول اللي بيحصل فيها ده؟ انا مش قادر افهم اللي بيحصل في ليفربول ده فعلا. ربنا يكون في عون الناس اللي بتشجع ليفربول. احب اقول لك نقطه سريعه قبل ما اخرج من الماتش ده بسرعه. سولي مارش اخر 4 ماتشات جايب 44 نقطه، يعني بمعدل في الماتش 11 نقطه. بستنى حلقه تحضيرات الاسبوع ال21 كلام بالتفصيل بقى على سولي مارش وعلى ميتوما وعلى جروس وعلى لعيبه برايتون خط الوسط بتاعهم بالمقارنات زي ما عملنا في مقارنات ارسنال. وكمان هنلاقي بقى وورد براوس هيدخل معانا في الحسبه، هنعمل لك شويه تشكيله حلوه قوي من الاحصائيات الحلقه بتاعت ال21. وولفز ووست هام بقى يا سيدي، الماتش ده انا قلت لك الفرقتين ميتين. عندك وست هام ميته دفاع وهجوم ما تستناش منهم اي حاجه، عندك وولفز بدات انها تبقى لسه ميته دفاعيا بس بتقدر تجيب اجوان او تقدر تخطف لها جون، وده اللي حصل النهارده. طلعوا بكلين شيت، وده نادرا ما بيحصل في وولفز. بنلاقي صا اخيرا بيطلع بكلين شيت وكمان بيطلع ب3 بونص هو وكيلمان، وبنلاقيهم بيجيبوا جون عن طريق بودنز. وشفنا النهارده كونيا المهاجم الجديد اللي هم جابوه موجود النهارده اساسي في الماتش. وست هام تقريبا ماسكه في ايفرتون وايه، والاثنين رايحين على الهبوط، رايحين بقطر، واحتمال كبير ياخدوا ليستر في سكته. برينفورد وبورنموث، وانا بصراحه الماتش ده كنت مستنيه قبل ما يبدا اشوف التشكيل عشان اشوف بقى توماس فرانك ده بيكذب برده ولا اخباره ايه. لقينا توني موجود في الماتش اساسي، وطبعا بن مي ورايا. احنا رشحنا لك الماتش ده واحنا بنتكلم على التحضيرات، قلنا لك لو توني في المؤتمرات قال لك موجود روح هاته. اما بقى على الناحيه الدفاعيه قلنا لك هيطلعوا بكلين شيت، طبعا يعني مش بنعرف الغيب بس توقعنا انه هيطلعوا بكلين شيت. فركز
فركز مع بن مي، وركز لو تقدر كمان مع رايا. فعلا بن مي ورايا ما قصروش، الاثنين طلعوا بكلين شيت. اي نعم رايا خد انذار بس اخدت كلين شيت احسن من حالاتي على الاقل في دخيا ولوكاس دين. وتوني ما قصرش وجاب جون، عشان توني ده بصراحه ما كانت اهداف ما بتقفش. لازم الناس تركز مع توني ومع متروفيتش، الاثنين دول ما ينفعش ان انت واحد منهم ما يكونش عندك في فرقتك. كده احنا خلصنا الماتشات اللي اتلعبت. في بقى ماتشات بكره ان شاء الله، ماتشات يوم الاحد، عندك كريستال بالاس وتشيلسي، عندك توتنهام وارسنال، وعندك فولهام ونيوكاسل. 3 ماتشات حلوين قوي، 3 عايزين تتفرج عليهم. حتى وانت بتلعبش فانتزي لازم تشوفهم، بس طبعا وانت معاك فانتزي الوضع بيبقى اصعب كمان على الاعصاب. طمني انت بقى، اخبار اسهمك ايه بعد ما البونص ينزل ويتعمل ريفريش؟ قول لي ترتيبك بقى عامل ازاي، طلعت ولا نزلت؟ وانا برضو هبقى اطمنكم كده ان شاء الله في الكومنتات واقول لكم اخباري ايه. كده خلصنا حلقتنا. اشوفكم بقى ان شاء الله بكره حلقه رد الفعل بعد الماتشات بتاعت بكره، وان شاء الله يبقى وضعي احسن من النهارده باذن الله. كان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. سلام.